رش الشطة على باب البيت بجد بجد هتتخلصي من أكبر مشكلة بتواجهِك، أهلًا وسهلًا بيكِ في شُغلة وحكاية، مع بعض بنعمل شُغلانة أو وصفة جميلة سهلة جدًا وبسيطة وتوفّر علينا فلوس كتيرة قد الدنيا، من يوم ما عرفتها وأنا كل شوية أجيب تُمن من الشطة الخشنة اللي هي الحراقة يعني، وبعد كده بارُشّها على أعتاب البيبان، بجد النتيجة حلوة جدًا، جدًا والوصفة بسيطة خالص، خليكِ معايا بس قبل ما ندخل على الحكاية والوصفة كمان يالّا لايك جميل منِّك كده وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، شير لأصحابِك وحبايبِك، ويالّا بينا ندخل على الحكاية على طول. سمي الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعًا زي ما إحنا متعودين مع بعض بنحكي حكاية اجتماعية موجودة في بيوت كتير، وساعات صاحب المشكلة فعلًا ما بيكونش عارف يحل المشكلة. النهارده صاحبة المشكلة بنوتة جميلة، متجوزة بقى لها فترة بسيطة جدًا، عروسة جديدة لسه ما خلفتش يعني وبس بتشتغل. العروسة دي بتقول أنا كويسة جدًا مع حمايا وحماتي، بيحبوني وأنا باحبهم، ناس محترمين جدًا وفوق الوصف. في يوم من الأيام طبعًا أنا شقتي في الدور التالت، هُم قاعدين في الدور التاني والدور الأول مسكنينه ناس غريبة يعني، لإن أنا جوزي راجل وحيد، ولد وحيد زي ما بيقولوا يعني. فالمهم إيه، ربنا ما أردش بالخلف سَنة و2 و3 فالمهم شقتنا طبعًا منها للسطح، فالجو حَر جدًا، جدًا. فقُلت له: "لو سمحت إحنا عايزين نعمل جمعية علشان نجيب تكييف في أوضة النوم، لإن التكييف بصراحة أوضة النوم عندنا جهنم." باجي من شغلي باكون خلصانة خالص، طبعًا باكون قبلها بيوم مع حماتي في البيت تحت، مخلّصين الغدا ومجهّزين حالنا ومجهّزين هنعمل إيه يعني، عارفين هنعمل إيه أنا وهي. وأكون مرتّبة حالي ولو عليّا المطبخ والّا حاجة باكون مرتّباه ومضبّطاه بالليل وباكون مخلّصة حالي ومالي ودنيتي كلّها، بحيث إن أنا آجي من الشغل يا دوبك أستنى جوزي نقعد شوية ونهدى شوية وبعد كده بنغيّر هدومنا ونضبّط أمورنا وننزل نتغدى مع بعض كلّنا، في ميعاد للغدا يعني زي ما بيقولوا كده معنى الكلام. المهم حبايب قلبي في يوم من الأيام طبعًا باجي من شغلي متعودة يعني باجي من شغلي مثلًا أذان الضهر كده، فطبعًا باكون خلصانة، الجو حَر نار، طبعًا باقعد في شقتي وفي أوضتي براحتي، التكييف بتاعي باشغّله لحد ما جوزي بييجي تقريبًا بعدي بساعة أو نُص ساعة، ساعة إلا ربع في الحدود دي، حسب ظروف المواصلات بتاعته. طبعًا ما فيش أي مشكلة، أنا حسّيت من يوم ما جِبت التكييف ومامته كده يعني أنا مش عارفة في إيه يعني أنا حاسة في حاجة غلط بس مش باضحك على نَفْسي يعني زي ما بيقولوا، أو مش عايزة إن أنا أوضّح لنَفْسي إن في مشكلة، أو في حاجة، أو في مثلًا أو هي متغيّرة، يعني باضحك على نَفْسي باقول الحَمَى حَمَى لو ملاك من السما وخلاص الموضوع انتهى. وأنا خلاص طالما هي كويسة معايا مش عايزة إيه، إن أنا شكوكي يعني أضحك على نَفْسي أمشي ورا شكوكي وأضحك على نَفْسي وأقول لنَفْسي الدنيا زي الفل وحماتي كويسة تمام. يوم والتاني والتالت بقيت آجي أعمل كده الصراحة، بقيت آجي من شغلي أقعد بقى براحتي أنتم عارفين بقى ومرحرحة بقى وكده ومستنية جوزي خلاص الدنيا تمام، مجهزين غدانا، شقتي نضيفة، مخلّصة اللي ورايا، هدومي تمام، دنيتي تمام، وما خلّفتش لسه بقى وعروسة جديدة، يعتبر عروسة يعني زي ما بيقولوا. في يوم بقى غريب جدًا، اليوم ده جيت من الشغل لقيت نور الشقة بتاعي قايد. أنا من عادتي إن أنا باسيب مفتاح الشقة في الباب من برّه، طبعًا ما حدّش غريب، والسُكّان طبعًا يعتبروا يعني راجل كبير وسِت كبيرة في السِن، فيعني وما لهمش ولاد كتير بييجوا لهم، فالموضوع يعتبر البيت بالنسبة لنا البيت بتاعنا إحنا لوحدنا يعني، فأنا سايبة المفتاح في الباب، فجيت من الشغل لقيت بافتح باب شقتي لقيت النور قايد ونور أوضتي قايد والتكييف شغّال. استغربت، قُلت جوزي بيني وبينكم كده، أنا قُلت جوزي جِه من الشغل بدري قبل منّي، وقعد هو فتح التكييف وإيه، ويا ابن اللذينة أنت جيت قبلي وما أعرفش إيه، عمّالة باضحك مع نفسي كده، وفوجئت دخلت أوضة النوم بتاعتي ولقيت الكارثة، بجد أنا اتصدمت، اتصدمت من اللي أنا شُفته، يعني إيه ده! الغريبة بقى لقيت إيه، لقيت حماتي قاعدة على السرير بتاعي ومشغّلة التكييف والشاشة كمان وكمان مشغّلة إيه، وقاعدة بقميص كده اللي هو إيه، بحمّالات يعني زي ما بيقولوا. فأنا طبعًا أنا بصّيت لها وسكت، ما عرفتش أرُد وما عرفتش أتكلّم، ما عرفتش أسألها أنتِ هنا بتعملي إيه والّا أنتِ هنا ليه والّا في إيه بالضبط والّا هو إيه ده، دي شقتي والّا أنا دخلت شقة غلط والّا يعني أنا أُحرجت زي ما بيقولوا، أنا حسّيت إن أنا في حاجة يعني مش عارفة بصراحة يعني، اتصدمت.
لقيتها بتبُص لي كده وبتبتسم قالت لي: "إيه ما ليش نِفْس أنا كمان أقعد في التكييف زي ما أنتِ بتيجي من شغلِك هبطانة وحرّانة وبتيجي تقعدي في التكييف؟ ما دي شقة ابني وده التكييف بتاع ابني وكل حاجة بتاعة ابني بتاعتي." عايزة أقول لكم إن أنا اتصدمت في اليوم ده لمّا لقيت حماتي بالمنظر ده ولقيتها أسلوبها بالطريقة دي، حسّيت إن أنا فعلًا بقى ليّا حَمَا. اليوم ده بالذات أكتر يوم حسّيت إن أنا كان ليّا حَمَا. أنا بصّيت لها بيني وبينكم ما عرفتش أرُد، حسّيت إن أنا مصدومة، حسّيت إن أنا هو في إيه هو أنا كلمتِك؟ هو أنتِ ليه بتعملي كده؟ هو أنتِ ليه بتقولي كده؟ هو أنتِ لو قُلتِ أنا عايزة أطلع أقعد في التكييف معاكِ والّا أي حاجة والّا والّا قُلتِ لجوزي والّا جوزِك موجود لسه، ما عملتيش أنتِ جبتِ تكييف لأوضة النوم بتاعتِك ليه؟ أنا لسه عروسة وده حقي وده حاجتي وده بيتي ودي شقتي ودي دنيتي ليه مستكترة عليَّ؟ بيني وبينكم مش عارفة أتصرّف. لمّا جوزي جه أنا فضلت قاعدة بهدوم الشغل بتاعتي في الصالة، جوزي طبعًا بييجي بعد بنُص ساعة أو ساعة إلا ربع زي ما أنا قُلت لكم، فجه بيبُص لي كده استغرب، قُمت أنا مشاورة له على أوضة النوم، يعني أنا فطبعًا هو كان عنده ذهول. لمّا دخل لقى مامته قاعدة ومشغّلة الشاشة وقاعدة بقميص بحمّالات على السرير ومشغّلة التكييف، فبيقول لها: "يا دي النور يا ماما." مش عارفة إيه، مش عارفة قالت له: "مراتك زعلانة إن هي جات من برّه لقتني قاعدة ومشغّلة التكييف وكذا، وكذا، وكذا." هو كمان اتصدم، لكن ما بيّنش لإن دي مامته طبعًا، وحَب يمشّي الدور وحَب يعني يمشّي الدنيا وقعد يقول لي: "وإيه يعني ودي أمي." ومش عارفة إيه، "ومعلش واعتبريها أمِك." لكن أنا واقفة لحد النقطة دي مش عارفة أتجاوزها. عدّى اليوم وعدّى اليوم اللي بعده، بس مش عارفة أتعامل معاها ومش عارفة أتصرّف معاها ومش عارفة أرجع معاها زي الأول. قولوا لي وصرّفوني ودبّروني أتصرّف معاها إزاي؟ لإن طالما عملت موقف زي ده يبقى هتعمل مواقف زي دي كتير. أعمل إيه وأتصرّف معاها إزاي وأتعامل معاها إزاي؟ أرجع أتعامل معاها زي الأول معقول؟ مش هاعرف أرجع أتعامل معاها زي الأول مش هاضحك عليكم. أنا حسّيت إن هي كسرت حاجة بيني وبينها كبيرة جدًا، مش عارفة أرجع بيني وبينها للطبيعة اللي أنا كنت متعوّدة إن هي أمي التانية، وأنا سِبت أمي في البيت وجيت لقيت أمي هنا، لأ، لأ، هي مش أمي. فعلًا الحَمَا حَمَا لو ملاك من السما، ويا ريت اللي مَر بأي موقف زي ده يعرّفني في الكومنتات ويقول لي بالذات أتعامل معاها إزاي، أنا نفسيتي تعبانة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا النهارده عملنا وصفتين أحلى من بعض، الوصفة الأولى طبعًا للناموس والهاموش والذباب وكمان النمل والحشرات، أي حشرات، الوصفة الأولانية دي ممتازة جدًا، حطيها في بخاخ أو امسحي بيها الشقة، بجد، بجد ممتازة جدًا، لو عندِك أي خرام بتطلّع لِك نمل، بتطلّع لِك حشرات، بتطلّع لِك أي حاجة، بجد الوصفة الأولى ممتازة. وعملنا زيت أغلى زيت للشعر والبشرة كمان اللي هو زيت الموز، زيت الموز ده غالي جدًا، جرّبيه وهيعجبِك، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض.